السلام عليكم. الفيديو بتاع النهارده يا جماعه رد على كل الناس اللي بعتلي رسايل على دواء اولفنت اللي هو موسع الشعب اللي بنديه للفراخ. انا بستعمله في حاله الفراخ لما يكون عمرها كبير، لكن الفراخ لو عمرها صغير 10 ايام 15 يوم او حتى 20 يوم اديهم مضاد حيوي. لما يكون الفراخ تعبانه في برد وفي عطس وفي خنفره، اقضي على البرد بالمضاد الحيوي. هاتي مضاد حيوي بيطري من البيطري وحطيه للفراخ في سقوه مثلا الصبح، وبعد ما يعدي 8 ساعات حطي السقوة التانية شاي بليمون أو شاي بريفو، وعالجي الفراخ بدري بالأدوية. لكن ما تعتمديش على موسع الشعب وهم عمرهم صغير، علشان البرد هيفضل مستمر معاهم وهيقل معاهم في الوزن، مش هتاخدي وزن كويس. أنا بتكلم عن موسع الشعب في العمر الكبير، وضحت ده في الفيديو اللي قبل كده. في العمر الكبير خلاص بقى كام يوم ونذبح، فمش هينفع ندي مضاد حيوي خالص. هينفع ان احنا ندي مضاد حيوي لما يكون عمرهم صغير او لسه في وقت على الذبح، يعني في 10 ايام فرق، هيكون خدوا جرعه المضاد الحيوي بتاعتهم والدنيا ظبطت معاهم، فساعتها انت تدي مضاد حيوي. لكن موسع الشعب في العمر الكبير لما يكون خلاص وقت الذبح قرب.